السلام عليكم، صباح الخيرات او مساء الخيرات على حسب الوقت اللي بتشوفيني فيه. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال يا رب. اليوم طبعا زي ما انتم شايفين بدأنا بالفطار يا جماعه. النهارده ان شاء الله رايحين شط جديد اسمه شاطئ كيلوباترا. بوريكم بقى الفيو، بصبح عليكم من الفيو القمر ده والبحر اللي يجنن الساحر ده. شوفوا الميه عامله ازاي صافيه. ابني بيقول لي دي ميه معدنيه يا ماما. شفتوا الجمال؟ ما شاء الله ما شاء الله. هنا بقى ايه الباص اهو تحت اهو تحت. هن- متلخبطه على فكره. دي رابع مره اسجل فيديو والله العظيم. برضو متلخبطه وعماله اتكلم بسرعه ومش عارفه ايه. فدي رابع مره اسجل فيديو، فسامحوني بقى ماشي. يعني لو اتلخبطت شويه في الكلام سامحوني، انا ببقى زي البربنت بره ساعه ما باجي اسجل، معرفش بتلخبط ليه. المهم احنا هنا زي ما انتم شايفين بقى احنا نزلنا عشان رايحين ايه شاطئ كليوباترا. شط على فكره شاطئ كليوباترا ده عجبني قوي، عجبني. في ناس ممكن معانا كانوا معانا يقولوا لا مش عجبنا، بس هو عجبني قوي. هو بس عيب الوحيد ان ما كانش فيه ايه عربيات اسعاف، لان اليوم كان حلو بس اتنكد عليه في الاخر. كان في طفل عنده 3 سنين شرب ميه وكان غرقان. الولد ده والله العظيم صعب عليا قوي. ومامته قعدت تصوت وتحدف على نفسها الرمل. وبابا راجل يعني هو ايه ست منتقبه، بابا راجل ملتحي كده. ويعني بصوا حاجه تقطع القلب. والولا بقى والله عارفين لما تشيلوا حاجه كده الراس تقع كده والايد تمشي كده ومش عارف. الواد مفيش طبعا قاطع النفس، مفيهوش اعصاب. فخدوه بقى على الشط، خدوه بره خالص. وحد ايه وانا عمال اعيط بقى عشانه كده، حد قال لي خلاص والله ده اتنفس، ده الميه خرجت منه. فبابا شاله وبيجري بقى المستشفى. فالواد فتح عينه، بس مفتح عينه مبرق وشفايفه زرقاء. فانا معرفش مصيره ايه. فانا بقول يا رب يا رب يا رب ينجيه وينجي ولادنا جميعا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ويحمي اهله ويحمي ولادنا يا رب، وما يوجعش قلب اي ام ابدا يا رب على ولادها، اللهم امين يا رب العالمين. فنفسي بقى ان الشواطئ دي كلها بقى فيها اسعافات عشان كده، عشان تلحق الناس كلها مش الاطفال بس. ربنا ينجي الجميع ويفرح الجميع بولادهم يا رب. المهم بقى ندخل في ايه في الفيديو. الشط ده زي ما قلت لكم اسمه كليوباترا. والشط ده والله كان عاجبني، وكان عاجبني الخوص ده، وكان عاجبني الدنيا كانت جميله قوي. المهم ايه، المهم الاول عايزه في بنوته عسل. يعني في حد كده بعت لي بيقول لي ايه، انا قلت ايه احنا في شاطئ الابيج. فهي قامت بعت الابيض بضحكه كده، وقامت قايله لي ايه اسمه الابيض بالضاد. انا قريتها الابيض، مش الابيض خالص. فانت عسولة على فكره، وانا والله ما زعلانه منك، انا مبسوطه منك خالص. حتى انا كمان ايه انا قريتها الابيض. بعد ما قريت بقى اللي انت كاتباه الابيض قلت لك ايه اسمه شاطئ الابيض. ماشي. المهم يا حبيبتي شكرا ليكي وكل سنه وانتم طيبه، واستمري اي حاجه اي حاجه علقه عليها براحتك. المهم ايه انا عجبني بقى يا جماعه البتاع اللي هي قدامكم دي، عجبتني بتلف كده زي اللعبه اللي بتلف الاطفال، بتلف في الميه شكلها حلو قوي. فحبيت اوريكم المنظر بتاعها ده. هنا بقى محمد يعني بصوا سرح بقى. محمد ابني اول مره في حياته ينزل ميه السنه دي. كان بيخاف من الميه جدا، وكانش بيرضى ينزل ميه ابدا. نزل معايا الميه بقى وشقلباظات ويغطس معايا ويعوم معايا، كان عسل. كنت فرحانه بيه قوي. الباب بيتهبد ما تخافوش، الباب. المهم هنا ايه زي ما انتم شايفين بقى، قلت عم اصورك شويه صور كده للذكرى. هو بقى واقف واخد الشكل بتاع الصور ده، وضع الصور. وانا بقول له ضحكت عليك، ده فيديو. اللي كان معاه ده بقى ابن اختي يا جماعه، محمد ابن اختي. هنا بقى اوريكم احنا خلاص كنا كده بقينا المغرب، وكنا خلاص بقى لمينا حاجتنا وهنمشي. وده عزت حياة قلبي ابن جارتنا هنا في السكن. وبصوا كان معايا في البحر، وانا وهو ايه بصوا قصة حب بقى ملتهبة. ربنا يحفظه لاهله يا رب، ويحفظ ولادنا جميعا. المهم هنا بقى ايه رحنا فين انا اهو. هنا بقى رايحة ايه على الباص. كلنا بقى ايه مروحين. في اليوم ده بقى يا جماعة والله اليوم كان ممتع قوي وكان جميل. بس واحنا جايين نروح كده زي ما انتم شايفين
حصل ولد كده نكد عليا، ده انا عيطت عيد، ده الناس كانت فاكراه ان هو ابني من كتر ما انا عماله اعيط واختي وعمتي والناس اللي معايا كلهم عمالين يقولوا لي ايه، بطلي عياط بقى خلاص، بطلي عياط. ربنا يحفظه، يكون يا رب يكون قام بالسلامه لاهله، يا رب يا رب يكون قام بالسلامه لاهله، يا رب ما توجعش قلب اي حد. يعني مامته عماله تقول يا رب اذا ما جينا كاملين نروح كاملين يا رب، بتعيط بجد، قطعت قلبي. المهم يا جماعه مش عايزين اي طاقه سلبيه، مش عايزه اقول حاجه تزعلكم. المهم ايه الطريق هنا بتاع ايه بتاع العوده للسكن. انا حاسه ان مطروح دي صحراء، وحاسه ان مطروح دي مش مصر خالص. طب مصر دي يعني ابعد ابعد حاجه في مصر بتهيألي، يعني بتهيألي دي الحدود اصلا بعيده جدا. هنا بقى خلاص كنا ايه قربنا للسكن زي ما انتم شايفين، هنخش بقى ايه على العمار بقى. مش على السكن. المهم يا جماعة احنا بعد ما روحنا كل اهو خدنا شاور طبعا وغيرنا هدومنا ولبسنا، وانا طبخت عملت كفتة ورز وشوربة. دي كفتة بعملها بشوربة كده ناشفة، بتبقى طعمها جميل قوي قوي قوي، بنحبها كده قوي. نقوم ايه حاطين فيها شوية شوربة كده وتقعد تغلي فيها كأنك بتطبخها بس بشوربة بس، بتبقى خرافة بصراحة. بعد كده بقى ايه كلنا عملنا ايه خلاص احنا اكلنا بقى وصلينا العشاء ولبسنا بقى، وانا اهو بوريكم الاوتفيت بتاعتي. نزلنا انا اهو، نزلنا بقى كلنا رحنا ايه، رحنا هنا مول جنبنا هنا وفي ملاهي ومش عارفه ايه اكوا بارك وحاجات كده. بس انا المنطقه اللي انا فيها دي جميله، هي اول البلد بس انا مش عارفه اسمها بصراحه، هبقى اسال على اسمها اقول لكم. هنا بقى ايه، خلاص ركبنا الاسانسير ونزلنا ورايحين بقى ايه المول ده، هو جنبنا بالظبط بالظبط دقيقتين ونبقى فيه. في قناة، في واحدة فاتحة قناة جديدة اسمها، يعني القناة اسمها يوميات وفاء، كانت هناك بتصور، بس انا ملحقتهاش، كان نفسي الحقها، انا بحبها اصلا انا متابعاها. هي كانت بتصور قبل بيوم، انا كنت بصور هناك، فالناس قالوا لي ايه ده في هنا، كان في هنا واحده امبارح بتصور، بس حتى نسيت اسالهم هي مين. فانا لما بتفرج على الفيديوهات بقى لقيتها، ولقيت نفس المكان اللي كنت بصور فيه هي اللي مصوره فيه. ربنا يديها الصحه يا رب، ويدي لكل الناس الصحه والعافيه، وكل سنه وانت طيبه يا وفاء، ومطروح نورت. هنا بقى ايه خلاص وصلنا فين، وصلنا المول زي ما انتم شايفين. التليفون على فكره فصل، كنت مصوره حاجات حلوه قوي وحاجات جميله وممتعه، بس التليفون فصل فما كملتش. هنا بقى زي ما انتم شايفين احنا كده ايه هندخل المول اهو. انتوا عارفين الفجر بيأذن دلوقتي في مطروح، اليوم طويل في مطروح على فكرة، يعني الظهر بيدن مش عارفة الساعة 1 العشاء بتدن 10:05، العصر بيدن مش عارفة 5 باين و5 العصر، مش عارفة المغرب بيدن كام، يعني اليوم هنا طويل قوي، ودي أحلى حاجة أحلى حاجة. المهم بقى زي ما انتم شايفين اهو دخلنا المول ودخلنا الملاهي اللي فيه. وهنا بيت الرعب اهو. ابن عمال يقول لي بيت الرعب ده في ايه يا ماما، قلت له مصحف عمري ما دخلت عشان انا جبانه. انا كنت في رحله واصحابي دخلوا بيت الرعب وخرجوا خوفوني، وانا كنت في اعدادي ما رضيتش ادخل ابدا بقى تاني، يعني عمري في حياتي ما دخلته، بس كان اصحابي قالوا لي ده العيال خارجين بقى بيعيطوا من الخوف، قلت والله ما تحصل. انا ناقصه رعب. المهم انا بقى ايه عجبتني الدوده دي، معرفش اسمها ايه، انا قلت الدوده بقى عجبتني، فصورتها. هنا بقى ايه اختي بقى عاجبها بقى ايه، بتموت في الحاجات دي، بتموت في الاكسسوارات قوي، واقفه بصوا مثبته ومسمره نفسها عند الراجل. يا بنتي خلاص يلا يا بنتي خلاص احنا تعبنا من الوقفه، مصممه تتفرج وتسال وده بكام وده بكام، معجبه بالحاجات دي، اختي بتحب الحاجات دي قوي. انا مش في دماغي الحاجات دي بصراحه. في دماغي الذهب. لا والله انا بهزر، انا مش في دماغي اي حاجه من دي، يعني ما بهتمش، يعني مش مهتمه بالحاجات دي. المهم بقى ايه، آه شوفوا عجبتها السلسله دي قوي، هي برضه عجبتني، بس بعد كده ايه قامت هي مغيراه، قامت جايبه واحده بفص ازرق، عشان كان في واحده بخاتم ازرق شبهها بالظبط كانهم طقم على بعض، جابت بقى واحده تانية بفص ازرق اهي، عماله تقول لي مش ده لايق اكتر على ده، اجيب ده ولا ده اهو. هنا بقى شوفوا اوريكم اسم زوجي اهو سعيد،
سعيد وفوق من واحد اسمه ابراهيم. المهم يا جماعه بقى ايه، هو ده بقى ايه المكان اللي الوفاء دي صورت فيه، هو ده بالظبط الفريد. حاجتهم جميله، اسعارهم رخيصه جدا، حاجتهم جميله. وكانوا عاملين لنا عرض كريمات على شامبوهات، العرض 4 حاجات ب 500 جنيه، حلو قوي. حمام كريم وشامبو وبلسم ومش عارفه ايه كمان، عشان مبقاش كدابه يعني. قلت لها التليفون هيفصل وهبقى اجي ايه اصور معاكي بالتفصيل، عشان التليفون كان هيفصل. هي حتى عماله تشاور لي وتقول لي مش عارفه ايه اهي، وبتعدي لي كمان. هو اسمه الفريد. بقول لها انا اصور كلمه خطوه عزيزه دي، قالت لي صوري. المهم بقى يا جماعه الفيديو بتاعنا كده هيخلص، عشان والله الشاحن كان التليفون فصل شحن. واحنا رحنا بقى ايه سهرنا شويه حبه حلوين كده على البحر. كان في حاجات على البحر، وده بصوا واحد بقى كان عمال يرش علينا برفانات كده واحنا ماشيين، غرقنا. الواد جدع قوي، كل ما حد يمشي يغرقه برفانات. محمد ابني فرحان قوي. وهنا بقى ايه هوريكم بس اخر حاجه، وبعد كده ايه الفيديو هيخلص. دخلنا مكان برضو كده في نفس المول، بيبيع حاجات كده فخار جميله قوي. بس مش فخار اللي احنا معتادين، لا دي الوان بقى. بيبيع طبعا زي ما انتم شايفين كتب ومقلمات و... زي ما شايفين واقلام ومش عارفه كراريس والحاجات دي اللي هي الملزمات الصغيره دي وشنط. هنا بقى عجبني انا قوي 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 اللي هي ايه الحاجات دي تحفه. ده فخار بس معرفش هم عملوه الوان كده ازاي، كان جميل قوي شكله جميل. انا بشيل فخار زي القله كده بس معرفش لونها ازاي. المهم يا جماعه الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم. تصبحوا على خير، اشوفكم على خير، يلا باي سلام.